السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من خلاصة الكتاب. واليوم بين أيدينا كتاب عن مشروع الحكم الذاتي المغربي للأستاذة الجامعية أمينة المسعودي، الصادر عن دار برقراق للطباعة والنشر. في تقديمها للكتاب تقول إن قاموس المصطلحات السياسية يعرف الحكم الذاتي كآلية لتنظيم بعض المناطق أو الجهات إداريا من خلال إحداث مؤسسات سياسية خاصة تحت سلطة الوصاية التي تحتفظ بها الدولة المركزية. وذكرت أن فكرة الحكم الذاتي وردت كحل للصراع بين المغرب وبين جبهة البوليساريو حول الصحراء المغربية، وذلك بعد مجهودات كبيرة بذلت في ظل حوار داخلي وخارجي يفضي إلى إبقاء الصحراء تحت سيادة الدولة المغربية مع تمتيعها بحكم ذاتي موسع. وقالت الكاتبة إن فكرة الحكم الذاتي بدأت تشق طريقها منذ سنة 91 ألف من طرف منظمة الأمم المتحدة، ويتجلى ذلك من خلال دعوة مجلس الأمن الدولي للأطراف بفتح مفاوضات بناء على معطى جديد يعتبر الحكم الذاتي كشكل عصري أو حديث من أشكال تقرير المصير. وخلصت المسعودي في مقدمة الكتاب إلى أن مشروع الحكم الذاتي يشكل حلا جيدا ومدخلا لتجاوز المشاكل الاستراتيجية والجهوية، حيث يخول المشروع سكان الصحراء جميع الإمكانيات لتدبير ذاتي وديمقراطي لشؤونهم. أولا، إيجابيات المبادرة المغربية. ذكرت الكاتبة أن المغرب قدم في أبريل سنة 2007 بشكل رسمي مبادرة للتفاوض حول مقترح الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وهو المقترح الذي يتسم بثلاث إيجابيات واضحة. أولها احترام المعايير الدولية المعمول بها في العالم، ومنها على مستوى الاختصاصات، حيث أسند المقترح المغربي لجهة الصحراء اختصاصات تتعلق بالإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميزانية الجهة ونظامها الجبائي، فيما احتفظت الدولة أو السلطة المركزية بخمسة اختصاصات، والتي شملت مقومات السيادة، لا سيما العلم والنشيد الوطني والعملة والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك والأمن الوطني والدفاع الخارجي والعلاقات الخارجية والتنظيم القضائي للمملكة. ثانيا، اختيار رئيس الحكومة الجهوية عن طريق الانتخاب، حيث تضمن المقترح المغربي انتخاب رئيس الحكومة من طرف البرلمان الجهوي أولا قبل أن يتم تنصيبه من طرف الملك. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن البرلمان الجهوي يتكون من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. ثالثا، توفير ضمانات دستورية للحكم الذاتي لجهة الصحراء، حيث أبرزت الكاتبة أنه في مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله، يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية. فضلا عن هذا، تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه بهدف منحه الأخير استقرارا ومكانة ضمن المنظومة القانونية للمملكة. ثانيا، التوفيق بين الحكم الذاتي ووحدة الدولة. لم يغفل المشروع المغربي الإشارة إلى أهمية وضرورة التوفيق بين وحدة الدولة ومنح حكم ذاتي للصحراء المغربية، ولهذا السبب خص المقترح تمثيل الدولة بالجهة بوضعية خاصة، وذلك للسهر على وحدة البلاد من جهة والرفع من مستوى الحكم الذاتي لجهة الصحراء من جهة ثانية. فبخصوص تمثيل الدولة بالجهة، ورد في المقترح أن مندوب الحكومة يزاول اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء المنصوص عليها في الفقرة الخاصة بالاختصاصات الحصرية التي تحتفظ بها الدولة. وبخصوص التضمين الدستوري للشكل الموحد للدولة وللحكم الذاتي، ذكرت الكاتبة أن تأسيس الجهة والتنظيم الجهوي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمس بوحدة الوطن والوحدة الترابية، ولا أن يخالف ما نص عليه تصدير دستور 2011 الذي جاء فيه: المملكة المغربية الدولة الموحدة ذات السيادة الكاملة المنتمية إلى المغرب الكبير. وخلصت المسعودي إلى أن منح الحكم الذاتي لجهة الصحراء يتم في إطار وحدة الدولة وسيادتها الكاملة، إلا أنه بصفة موازية لمبدأ وحدة الدولة، فإن إقرار الجهوية الموسعة ودستورتها يفضي إلى التفكير في مستويات متباينة لوضعية جهات المغرب من خلال حكم ذاتي متقدم لجهة الصحراء وجهوية موسعة متقدمة لباقي جهات المغربية. إلى هنا نأتي إلى خلاصة هذه الحلقة، إلى لقاء جديد، ودمتم في حفظ الله ورعايته.